السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وموضوع جديد كيما العاده. سؤال كيتكرر بزاف لازم ندير فيديو ونريبوندي عليه. كاين بزاف ناس يسقسوا يقول لك يا هل ترى انني مستفيد من منحه البطاله، وكيرسلوا لي عرض عمل ونرفضوا، يعني لسبب ما نرفض ذاك العرض العمل. يا هل ترى نرجع الدراهم اللي كنت ندي فيها؟ او واحد يقول لك رسلوا لي التكوين المهني، ولا واحده تقول لك رسلوا لي توجيه للتكوين المهني وعندي اسباب اللي ما تخلينيش نروح، يا هل ترى نرجع الدراهم اللي كنت نديهم؟ بالتالي يا جماعه ما كانش اللي يرجع، يعني ما كانش قانون يقول باللي اللي يرفض عرض عمل ولا اللي يرفض التوجيه للتكوين المهني يرجع الدراهم اللي كان يدي فيها. ما كانش قانون يقول هذا الشيء. القانون كاينه اسباب الاقصاء، من بينهم رفض التوجيه للتكوين المهني يسبب الاقصاء، منهم رفض التوجيه للعمل، وقت فات كانوا يرسلوا لكم توجيهين للعمل، يعني عندكم الحق ترفضوا واحد وواحد تقبلوا. اما دروك توجيه واحد مطابق لمؤهلاتك ترفضوا الاقصاء النهائي. ولكن من الاحسن الناس اللي يرسلوا لهم توجيه للعمل روح الله نام وارفض عندهم، يعني ايا كان السبب تاعك، ما تقدرش تخدم، عندك اعاقه، عندك سبب ماكش حاضر بلاصه بعيده عليك، ايا كان السبب روح والله نام وارفض. على الاقل لبي نداء الوكاله. بالنسبه للتوجيه تاع التكوين المهني نفس الكا، يعني اللي يرسلوا لهم كاين ناس اللي ما شافوش الميساج، اللي عندهم اسباب تخليهم ما يروحوش، ولا يروح الله نام ثاني ديكلاري قال انا رسلتوا لي وما نجمتش نروح والسلام عليكم. بالتالي الاقصاء النهائي. ولكن باش يجوا ناس يقولوا لكم ترجعوا الدراهم اللي كنتوا تدوها، فما كانش قانون يقول باللي اللي يرفض توجيه للعمل ولا اللي يرفض توجيه للتكوين المهني يرجع دراهم. حقكم درتها لكم الدوله، يعني الحكومه عطات لكم منحه البطاله بشروط، وفق شروط تلبي الشروط هذه. من الاحسن صابوا لك خدمه تروح تخدم، من الاحسن رسلوا لك تكوين مهني تروح توجه للتكوين المهني. ماكش باغي يا اخي، عندك عذر، عندك لسبب ما ماكش طايق دير هذه الامورات هذو، اقصاء نهائي والسلام عليكم. ما كانش منها اللي يجوا الناس يقول لكم باللي لا كاين قانون ويقول لك ترد. ما كانش منها كاع. واش من قانون اللي يقول باللي اللي يرسلوا له عرض عمل وما يروحش يخدم يرجع الدراهم اللي كان يدير؟ يا سيدي كاين ناس اللي تعذرت عليهم، واحد في بلاصه بعيده، واحد اصلا كيرسل لك توجيه للعمل، يعني عندك اقصى حد تروح الله ينام في ظرف 48 ساعه. كاين ناس اللي ما تكونش حاضره، كاين ناس اللي تكون عنده مشاكل، كاين ناس سبحان الله كل واحد وظروفه. يعني هنايا ماشي بالضروره ما رحتش توجه للعمل توقف لك منحه البطاله والسلام عليكم، ما يطالبوكش باش ترجع الدراهم اللي كنت تدي فيها. نفس الشيء بالنسبه للتكوين المهني لك. ان شاء الله تكون المعلومه لحقت لكم كاملين، والسلام عليكم.